السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شراكم يا أحفاد الشهداء. عايز أوصل رسالة لإخواني في المغرب. شوف المسألة اللي بقول لك أنت جيت تكحلها عميتها. أنتوا عمالين تتعاطفوا الاتحاد الأفريقي وتقولوا له ظلمنا والجمهور المغربي اعتدى علينا، مع إن المباراة كانت على أرضكم ما بين جماهيركم. السنغال طلعت من المباراة 4 دقائق اعتراضا على قرارات الحكم الظالم، ومع ذلك الاتحاد الافريقي عايز يديكم البطولة. لك ان تتخيل ان مباراة اتحاد العاصمة الجزائري واولمبيك اسافي المغربي بدأت يوم الاحد وخلصت يوم الاثنين، مع ان الجمهور كله نزل ارض الملعب وكان ممكن يحصل كارثة لا يحتمل عقبها. جمهور ينزل ارض الملعب. لك ان تتخيل ان دولة عاوزة تنظم كاس العالم وكاس افريقيا ويقول لك احنا رابع العالم واحنا بطل العالم، والامن مش عارف يأمن مباراة فيها 7000 مشجع. لك ان تتخيل ان اتحاد العاصمة الجزائري استقبل اولمبيك اسافي في دولة الجزائر العظيمة بالورود بالتمور بالحليب في انظف فنادق في احسن ملاعب في افريقيا. جمهور 70 أو 60 ألف مناصر من اتحاد العاصمة الجزائري، ما شفناش واحد رمى جارورة على أرض الملعب. والأمن بسم الله ما شاء الله، مع إن الحكم ظلم اتحاد العاصمة ظلم رهيب، ضربة جزاء أمام مليارات من الناس وما اتحسبتش. ما شفناش لا اعتداء من الجمهور لا اعتداء من اللعيبة. بعد ما سلام يا حبيبي سلام خوا وانتهى المباراة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل هي دي المقابلة؟ وأنا لا بتكلمش على أي حاجة، أنا بتكلم على كرة قدم وبتكلم على واقع حصل في المباراة، عشان ما حدش يقول لي فتنة وخوا وكل الكلام ده. نفس اللي اتعمل مع الأهلي المصري من الجيش الملكي، نفس اللي اتعمل مع السنغال في برضه في المغرب. ايه الحكاية؟ انتوا فاهمين كرة القدم ازاي؟ انتوا ازاي عاوزين تبقى شعب متقدم وتنافسوا على كرة قدم وانتوا الجمهور بتاعكم بينزل الملعب؟ هل الجزائريين يأمنوا مباراة فيها 70,000 مناصر وانتوا مش قادرين تأمنوا مباراة فيها 7000 مناصر؟ هي ايه كرة القدم دي؟ عملتوا كده مع السنغال وعملتوا مع النشيد الوطني المصري صفرتوا عليه، وعملتوا كده مع السنغال ومع كل. هل هي دي مقابلة الضيوف؟ الناس تقابلكم بالورود وبالحليب وبالفنادق الفخمة وانتوا تقابلوهم بالمقابلة دي؟ هي دي كرة القدم؟ حضرتك ما تعرفش اي حاجة عن كرة القدم، وانا بقول لك كأس العالم مش هيتنظم عندك. انت مش عارف تأمن مباراة فيها 7000 مشجع، ازاي هتأمن ناس جاية من كل دول العالم؟ عملتوا كده مع السنغال ومع مصر، لكن مع الجزائريين لحمهم مر.